حاطين لك موتور 1600 16 صباب فوق ال 100 حصان على بودي وزنه كله بالموتور بالشاسيه على بعضه 1050 كيلو. فهي كويسه جدا في الحته دي، فالفيرنا مش بتاعتك. في الاخر هقول لك مميزاتها وعيوبها وانت حر في اختيارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. قبل ما ابدا الفيديو وقبل اي حاجه ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. سنة 1994 ظهرت عربية في السوق عالميا كان اسمها هيونداي اكسنت اكس 3. العربية دي اتصنعت من سنة 1994 لحد سنة 1999، وفي بعض الاسواق اتسمت فيرنا او هيونداي اكسنت فيرنا، وده كان بداية الجيل الاول من هيونداي فيرنا او هيونداي اكسنت فيرنا. اتعمل عالميا باسم هيونداي اكسنت، ولكن في دول زي الهند والصين اتسمت بهيونداي فيرنا. كان تصميمها بسيط وصغير واتعملت بمواتير 1300 و1500، ورسميا العربية ما نزلتش مصر باسم فيرنا. الجيل الثاني من فيرنا اتعمل من سنة 2000 لحد سنة 2005، وهو ده اللي اتعرف عندنا هنا في مصر باسم هيونداي فيرنا من 2002 تقريبا. الجيل ده عالميا كان اسمه هيونداي اكسنت ال سي، وهو ده اللي احنا لبسناه هنا في مصر باسم فيرنا من 2002 لحد سنة 2019، وكان بيتجمع محليا في مصر في مصنع هيونداي في 6 اكتوبر، وكان بيتعمل بمواتير 1300 و1600 مانوال اوتوماتيك. هروح معاك للجيل الثالث والرابع من فيرنا، وبعد كده نرجع للفيرنا بتاعتنا اللي بتتعمل هنا في مصر. الجيل الثالث عالميا اتعمل اكسنت جديده بشكل انعم واحدث بكتير من هيونداي فيرنا اللي احنا نعرفها، لكن في مصر برضو كانت بتسمى فيرنا واحتفظت بنفس الشكل القديم مع شويه تعديلات كده في الفوانيس وفي الشبكه اللي قدام. لكن في السوق العالمي الجيل ده كان فيه تطوير كبير جدا، يعني في موديلات كانت بتنزل باير باج وفرامل اي بي اس. طبعا الكلام ده احنا ما شفناهوش في فيرنا خالص، الفيرنا بتاعتنا ما بتعرفش الحاجات دي. الجيل الرابع كان اسمه اكسنت ار بي، كان بينزل بموتور 1400 و1600، تكييف تاتش وازاز كهرباء كامل، فرامل اي بي اس واي بي دي، اير باج، جنوط سبور. يعني من الاخر في السوق العالمي الفيرنا نزلت باربع اجيال. احنا خدنا الجيل الثاني وعدلنا فيه شويه حاجات في الفوانيس وفي الشبكه من 2005 لحد 2019، واحنا لابسين نفس الموديل ونفس الشكل من غير اي تطوير. اما الاجيال الجديده من فيرنا اللي هي اصلا تطوير من فيرنا نزلت مصر برضو باسم تاني اللي هو اكسنت، وفيرنا فضلت تتصنع بنفس الشكل القديم باسم فيرنا، وده بيرجع لنجاحها في السوق المصري وكتر الطلب عليها وتوافر قطع غيارها. نيجي بقى للسؤال المهم، هي فيرنا فعلا عربيه كويسه ولا بلاش منها؟ بص، خلينا متفقين ان فيرنا ليها شعبيه كبيره جدا في مصر، وفي جمهور كبير بيحبها خصوصا الشباب اللي بتعدل فيها. فطالما نجحت النجاح الكبير ده تبقى اكيد عربيه مش وحشه. بس خد بالك بقى، هي مش وحشه في حدود انك تجيبها عربيه تشتغل بيها، عربيه تقضي بيها مشاويرك اليوميه، او عربيه للمرمطه بس مش اكتر. يعني زي ما بيقولوها هي حمارة شغل. ده غير قطع غيارها اللي متوفره في كل مكان، لا وكمان رخيصه. فهي كويسه جدا في الحته دي للشغل والمشاوير والمرمطه. لكن لو هتجيبها للبيت فانا هختلف معاك، لان فيرنا ما فيهاش اي وسيله امان، ده غير ان صاجها ضعيف. كعربيه عائليه ما فضلهاش، بالذات لو انت واحد بتحب الجري. هيطلع واحد زي الخازوق يقول لي ليه يا عم ده الفيرنا جرايه؟ ما طبيعي يا ابني تبقى جرايه، حاطين لك موتور 1600 16 صباب فوق ال 100 حصان على بودي وزنه كله بالموتور بالشاسيه على بعضه 1050 كيلو، طبيعي تجري. ما نفس المكنه محطوطه على هيونداي الانترا 2006 الاكس دي الشكل القديم، وما بتجريش نفس الجري بتاع فيرنا. هيجي خازوق تاني يقول لي محتاجه سواق عشان يحكمها. يا ابني ما كلنا بنحكمها، بس هتستفاد ايه لما تجازف بعربيه زي دي بحياتك وتجري بيها وتاخد غرزه غصب عنك فتتقلب مثلا، وما عندكش حتى اير باج واحد يفتح في وشك يحميك، لا منك للطاره والازاز على طول. من الاخر لو بتحب الجري وعايز تحافظ على بيتك واسرتك اكتر فبلاش فيرنا. لو بتدور على راحه في الركوب بلاش فيرنا. اما لو عايزها للشغل وعشان تقضي بيها مشاويرك ومشاوير شغلك في حدود السرعات العاديه ففيرنا اختيار كويس ليك. وفي الاخر هقول لك مميزاتها وعيوبها وانت حر في اختيارك. من مميزات فيرنا ان قطع غيارها متوفره وموجوده في كل مكان، من اصغر مسمار فيها لاكبر حته فيها موجوده. سهله الصيانه واي ميكانيكي بيعرف انه يشتغل فيها، لان موتورها بسيط ومش معقد واي حد بيعرف يصلحه عادي. اعتماديه وبتستحمل المشي الطويل والظروف الصعبه. اقتصادية جدا في استهلاك البنزين، يعني حوالي 7 لتر لكل 100 كيلو متر. سعرها مناسب في السوق المصري بس برضه مش قوي، يعني في اسعار عبيطة الواحد بيسمعها اليومين دول من 400,000 و500,000 و600,000، يعني من 200 ل 300 كويس عليها. من عيوب فيرنا ان الامان بتاعها ضعيف جدا، يعني مفيش اير باج، مفيش اي انظمة فرامل، حتى الهيكل بتاعها ضعيف. العزل بتاعها سيء جدا، يعني صوت الشارع والهواء بيخش جوه العربية بسهولة. الثبات بتاعها ضعيف خصوصا على السرعات اللي فوق 100 او 120، العربيه بتبقى سهل ان هي تعوم منك على الطريق. تجهيزاتها بسيطه جدا، يعني مفيش شاشه، مفيش تحكم طاره، يعني كويس ان فيها تكييف. الخامات الداخليه ضعيفه جدا، يعني الطابلوه والفرش بيتاثروا بسهوله من الشمس. العفشه بتاعتها ناشفه جدا، يعني بتحس بكل مطب وكل حفره موجوده في الشارع وانت ماشي عليها اكتر من عربيات كتير في جيلها. يعني من الاخر الفيرنا اتصنعت للمرمطه ورخيصه وعمليه وسهله الصيانه، بس اللي بيدور على رفاهيه وامان اكتر فالفيرنا مش بتاعتك. وفي النهايه ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ولو عايز تسالني على اي حاجه سيبها لي في كومنت.
والسلام عليكم.